حيث تجتاحه النوبة في وقت متزامن شبه يومي ابتداء من الساعة 3 بعد الزوال إلى غاية الساعة 7 مساء. نتابع هذه الحالة الفريدة مع عاصم بخاري. ظاهرة جد غريبة تحول عبد الهادي ذو ال20 سنة والقاطن بمنطقة وادنشو بغرداية إلى مصاص دماء دراكولا، وغالبا ما يقوم باستهداف الحيوانات الأليفة لمص دمائها، ويقوم أحيانا بممارسة طقوس غريبة تشبه صلاة المسيحيين في منظر يرجعك إلى أفلام الرعب والخيال ولكنها حقيقة. تشد الدخل وما نفيقش، كنفيق على روحي نلقى روحي راني مربوط ولا نلقى روحي راني السبيطار. درك قبيله راني نحوس على هذا، بدات تشدني القلطه قلت له ربي بجيب لي نتاعي هذا ياك يخطف عليا. جيه بين 3 و4 و5 6 تاع العشيه يطيح يتسرع ومن بعد يتنفخ ويتبدل الوجه نتاعو ويوقفوا ودنيه يتعوجوا يديه ويتعوجوا كرعيه، ومن بعد يبدا يحاول كيف يطاك يلعب اللي راه معاه، ومن بعد يبدا يحوس على الدمويات، يسمع القط ولا الدجاجه عيطت ولا حاجه يبدا يلحق وراها يحوس يقضبها. كاين 3 من الناس تاني قبضهم بعضها هنايا حتى نسال الدم في فمو باش طلقهم. يعني انسان يعني كشغل ما عرفتو لا مسكون لا مهبول مانيش عارف. الدجاجة كنحلها ريشة هيك نحلها ريشة وكان يشرب في دمه هيك وما خلناش نرقدو خفت تاني أنا. مديرية الصحة خصصت بعثة طبية لفحص هذه الحالة الغريبة، وإن تطلب الأمر نقله إلى مستشفى متخصص. السيد مدير الصحة كلفني باش أنا والأخ الطبيب تاعنا ولا البسيكولوج تاعنا جينا لهنا باش نعاينوا الحالة تاع الغريبة هذه تاع الشخص المريض هذا، وإن شاء الله سوف نتكفل به صحيا بحول الله. والدة عبد الهادي بدورها وجهت نداء لأصحاب القلوب الرحيمة من أجل مساعدتها في معالجة هذه الحالة وإنقاذ ابنها من هذا الكابوس الذي لم ينتهي. كيف ما يدبروا لي راقي مليح ولا يعاونوني نداو هذا الطفل هذا، رانا في 9 شهور رانا حيين وحنا ميتين، يعني الخلايا كاتلتنا نعسوا على ارواحنا. هي حالة ليست ككل الحالات، تتطلب رعاية عاجلة وجادة قبل تفاقم الوضع أكثر مما عليه. طيلة الرحلة التي قام بها تلفزيون النهار عبر مختلف المدن التونسية الغربية منها خاصة كطبرقة وباجة والقرى المجاورة لها لم تغب صورة الدلاء البلاستيكية ذات سعة 5 إلى 20 لترا والمعبأة بالمازوت أو البنزين الجزائري المهرب. التفاصيل مع محمد شوقي علاك. طيلة رحلتنا ومرورا عبر مختلف المدن التونسية الغربية كطبرقة وباجة والقرى المجاورة لها لم تغب صورة الدلاء البلاستيكية